الفنان خالد قمر، يعني وأنت في هذه المسيرة الفنية الجميلة، واللي يعني هي أكيد كل مرحلة بها تضيف لك خبرة وتضيف لك معلومات. مشاريعك المستقبلية، يعني شنو اللي تفكر به كمشروع فني متفرد مستقبلي تشوفه يضيف للفنان خالد قمر أو يضيف للمطرب العراقي لمسة جمالية إضافية؟ والله قلت لك المشاريع هو يعني طرح تعتقد توجهك علمي أكثر؟ اكيد بالضبط. يعني قلت لك التوجه يعني هو مثل، حتى انت شفت الاعمال اللي يعني دا اقدمها هو في حب الوطن، او يعني اعمال فلسفيه فكريه، يعني هذا اللي يعني بها رساله. نعم. هاي الاعمال اللي دائما بها رساله للوطن، للشعب، للعمال، يعني توجيهية. نعم بالضبط. نعم نعم. نعم. حلو. يعني حاب اسمع منك باللهجة اللي يعني اضافة، يعني مو باللغة العربية، ممكن باللغة الكردية او بالمصلاوية، خصوصا انت من القومية الكردية، فانا نعم. اعرف ان اللون الكردي دائما مرغوب ومحبب، لانه لون حرك واكتف ويعني يضيف التفاعل معين. فنسمع شيء كردي او ميكس ما بين البغداد والكردي. انا عملت، اذا سامع الاغنيه مال زعلانه لي زعلانه، اي الكردية، يعني نعم سويتها باللهجة الكردية بالإضافة للهجة المصلاوية واللهجة البغدادية يعني. فإذا تحب هاي الميكس يعني يا ريت نسوي يا ريت نعم. يا ريت حتى نسمع السادة المستمعين. زعلانة للزعلانة بنت عمي للزعلانة، زعلانة للزعلانة بنت عمي للزعلانة، وانت حبيتي غيري ما يسوانا، وانت حبيتي غيري وغيري ما يسوانا. مدي مدنا ديري هيدا سناي دقيري، مدي مدنا ديري هيدا سناي دقيري، الله نزانست ديتا بدوس مديري، الله نزانست ديتا بدوس مديري، اقر هات سما مالدان ديتا بشاف مكاكا، اقر هات سما مالدان هاي ديتا بشاف مكاكا، وتا دايك بيشي كورا يشيري باكا، تا دايك بيشي كورا يشيري باكا. اسروح للموصل. تعالي للحديقة نتكلم كم دقيقة، تعالي للحديقة نتكلم كم دقيقة، على حس الموسيقى نحكي قصة هوانا، على حس الموسيقى نحكي قصة هوانا. زعلانة للزعلانة بنت عمي للزعلانة، زعلانة للزعلانة بنت عمي للزعلانة، وانتي حبيتي غيري ما يسوانا، وانتي حبيتي غيري